عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم على قناة إيمو شاين. أنا إيمان. النهاردة هنكمل سلسلة المبتدئين. هنعمل النهاردة غرزة النص عمود. احنا المرة اللي فاتت اتعلمنا السلسلة وغرزة الحشو. النهاردة هنكمل نعمل غرزة نص عمود. دلوقتي طبعا احنا قلنا بداية أي شغل هي السلسلة. أنا عملت سلسلة هنا. طبعا هنفكر بعض ان احنا ازاي بنعمل السلسلة. بنسحب الخيط ونطلع من الفتحة. دلوقتي انا غرزة النص عمود هي مقدارها في الباترون ارتفاع سلسلتين. فانا دلوقتي النص عمود انا بسحب ببتدي الف الخيط على الابرة وبدخل عندي في اول سلسلة. بعد كده بسحب الخيط تاني وبطلع، بيكون عندي 3 لفات على الإبرة. بسحب بلف الخيط وبسحب واطلع من التلاتة. دي غير غرزة النص عمود. باخد تاني بلف الخيط على الإبرة، بدخل في السلسلة اللي بعديها، بعدين أسحب الخيط تاني وأطلع. بيكون عندي 3 لفات على الإبرة، بطلع بسحب منهم الخيط. كده اتكونت عندي غرزة النص عمود. بعملها تاني، بلف الخيط على الإبرة وبدخل في السلسلة، بسحب الخيط، بيكون عندي 3 لفات وبطلع منهم التلاتة. كده ادي عندي اتكونت غرزة النص عمود. نعملها كمان مرة. بلف الخيط وادخل في السلسلة، بعدين اسحب خيط، يكون عندي 3 لفات على الإبرة، بسحب الخيط بطلع منهم التلاتة، وهكذا. كده وصلت لاخر سلسلة. بعدين كده انا خلصت السطر. عايزة اطلع للسطر اللي بعديه. باخد قلنا مقدار سلسلتين، ده ارتفاع النص عمود. كده كأني عملت نص عمود. ادي اول واحد في السطر. طبعا باخد السلسلتين والف الشغل. باخد الخيط وبدخل في تاني سلسلة، بسحب، بيكون عندي 3 لفات، بطلع منهم. طبعا احنا بندخل هنا في الفتحة دي، بيكون عندي 2 هنا خيطين فتلتين. انا بدخل كده في نص الغرزة. ندخل نسحب الخيط ونطلع منه. اخد اللفة، ادخل في الغرزة، اسحب الخيط، بيكون عندي 3 لفات، اطلع منه. طبعا انا ماسكة بالصبعين دول الشغل عشان اعرف اتحكم فيه.
نوصل لاخر غرزة، اخد الخيط وادخل في الغرزة، اسحب الخيط، يكون عندي 3 لفات، اطلع منهم 3. انا كده عملت السطر التاني. نعمل نلف كمان عشان نطلع السطر التالت، ناخد سلسلتين ونلف الشغل، نلف الخيط على الابرة وندخل في تاني سلسلة، نسحب الخيط من 3 وهكذا. هنا اخر غرزة في السطر، نسحب الخيط بطلع منهم هما 3. انا كده عملت غرزة نص عمود. يا رب يكون عرفت اشرح لكم الغرزة كويس. ولو دي اول مرة تشوف قناتي، يا ريت تشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتي اللي جاية كلها، بقية الفيديوهات، ان في حاجات جميلة جدا احنا هنعملها ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.